الماضية، وبعد ذلك أتلتيكو مدريد، وله تمثال في أتلتيكو مدريد لهذا الاسم الكبير الذي يعتبر أول اسم احترف من العالم العربي في تاريخ فرنسا وفي تاريخ إسبانيا. كرة ملعوبة أمامنا، محاولة ملعوبة ما زالت هنا، ميسي يحاول محاولة 1-2 والثالثة وين؟ لهدف كتالوني أول، لهدف كتالوني أول. نتحدث عن إبداع المباركي على العربي بن مبارك، ولكن يأتي إبداع أبناء كتالونيا بهدف أول. هدف أول لصالح البرشا بصورة ممتازة وبالنقلات الأكاديمية الكتالونية. شوف كم تمريرة عزيز المشاهد، يعني فريق يلعب بالشوكة والسكين، فريق ينقل الكرة بالشوكة والسكين كيفما يشاء. ميسي باستلام بتمريرة وبلمسة، ميسي تلعب في الأمام ولمسة عن طريق أليكسيس سانشيز، بعرضية من لعبها دانيال ألفيس وهو ظهير. وهذه هي العادة في أداء البرشا، يعني أي نعم الكرة ارتطمت بقدم دانيال ألفيس، ولكن تشرق شمس الهدف الأول في ملعب طنجة. ننتظر ونترقب لجماهير الرجاء، ولكن لاعبو البرشا مسيطرين. أفيلاي ننتظر هدف للرجاء ويأتي ميسي. يا سلام يا ليونيل ميسي، نتكلم عن سيرة الأهداف ونجيب سيرة الأهداف، فيأتي ملك الأهداف بثاني الأهداف. ليونيل ميسي يأتي بهدف في غمضة عين وعلى حين غرة، يأتي ليونيل ميسي بالهدف الثاني للبرشا ويدون الثنائية. هجمة كانت للرجاء، أفيلاي بتمريرة بينية ومرت الكرة بعد ذلك إلى ليونيل ميسي وضعها في الشباك لعانقة للهدف الثاني، وهو عارف درب المرمى وهو مغمض مغمض جفنيه. يسجل ليونيل في منتصف الملعب يا حبيبي ولقطة، ولكن مرت الكرة الماضية. مجازفة ممنوعة في هذا المكان. 1-2 والثالثة وين؟ الثالثة في المرمى. لا تجازف لأنه ما يرحموا وما بيجاملوا أبدا لاعبي البرشا في هذا المكان. كرة مرت الكرة الماضية في المرمى الثالثة للبرشا، الهدف الثالث للبرشا، وليونيل ميسي يدون هدفه الثاني. معشوق الجماهير، سارق الأنظار، سالب الألباب في كرة القدم، يدون الثلاثية ليونيل ميسي. شوف الكرة الماضية، حاول بلقطة زيدانية المرور شمس الدين شطابي، ولكن رد عليه ميسي بأثر رجعي، رد عليه ميسي بأثر رجعي بهدف ثالث في المباراة للاعب لا يعرف الرفة والرحمة أمام المرمى. ليونيل ميسي إذا يدون الهدف الثالث. أمين رباطي استخلاص الكرة، ميسي مع أمين رباطي ولا تبقى تمريرة في الأمام، والرابع نعم الرابع يأتي في المرمى، نعم الرابع يأتي في المرمى بالتقاسم والتساوي. أهداف رباعية لاتينية خالصة، أرجنتينية وتشيلية. ليونيل ميسي 2 وأليكسيس سانشيز 2. وما عساك أن تفعل يا محمد يا فاخر، ما عساك أن تفعل حتى الآن، أن تتفاخر فقط يا فاخر بأنك تلعب أمام البرشا ولا تنظر للنتيجة، ولا تنظر للنتيجة. شوف الضغط على حامل الكرة أمين رباطي، لا تمازح ميسي ولا تعانز ميسي لأنه عقابه أصعب وعقابه حاد، وبالتالي مرور من ميسي وتمريرة بينية. شوف التمويه، الكرة الماضية وين؟ خلاه يشوف تطوان من بعيد ووداه بعيد وعاد ولعب الكرة ليونيل ميسي بينية لتجد أليكسيس سانشيز يضعها في المرمى رغم محاولة ياسين الحظ، ولكن غدر به الحظ في التصدي للكرة الماضية. وأليكسيس سانشيز بعد محاولة أفيلاي، ولكن المتابعة من أليكسيس سانشيز. غاب بيكيه، غاب العظماء وغيرهم، ولكن الاسم يبقى برشلونة. كرة في الأمام، محاولة لأليكسيس سانشيز، محاولة والهدف الخامس. نعم الهدف الخامس. ميسي ب3 أهداف، ميسي ب3 أهداف و5 أهداف، وطنجة حتى الآن جعلوا فيها الخماسية، جعلوا فيها الخماسية. استلام من ميسي وتمريرة بينية موزونة بصورة ممتازة من جانب ليونيل ميسي. كرة ملعوبة بصورة رائعة، بدأ الهجمة وهو من نهاها ليونيل ميسي، بدأها وهو من نهاها ليونيل ميسي. باص بيني بالميكروسكوب
موزونه بصوره ممتازه. شوف الاولى وين، واستلام كان وين، وجمل وين، ولعبها كيف. وحبيبي يا نور العين انت ما في منك اثنين، ما في منك اثنين. ركلة الجزاء، شوف تمريرة يا سلام بالمسطرة والقلم، بالمسطرة والقلم. يلعب لك باص يقول لك فقط جيبها في المرمى، فقط جيبها في المرمى. يعني المهاجم اللي يلعب في برشلونة يتدلع آخر دلع بالتمريرات، وهذه بتشكيلة احتياطية. داني ألفيس باللوك الرمضاني يحاول التقدم للأمام، يا سلام يضعها في المرمى، والسداسية لداني ألفيس. وهذه رقصة رمضانية جديدة، رقصة جديدة بهذا اللوك لدانيال ألفيس الذي يدون الهدف الخامس في سقف المرمى، وتعلو نتيجة المباراة ب6 أهداف بأن الكرة علت المرمى أيضا وسقف المرمى. 6 أهداف للبرشا مقابل لا شيء لفريق نادي الرجاء. إذا قلنا أن الرجاء متعاقد مع نتيجة 3، ولكن مع البرشا لا، البرشا يعاملك بأثر رجعي. إذن في التنفيذ أمامنا هنا كرة ملعوبة، تاهت الكرة وتسديدة، يا الله يا على هذا الهدف، ويا سلام على هذا الهدف، يا قوة تسديدك، ويا قدمك اللي ما بترحم، يا قدمك اللي ما بترحم. تسديدة هذه مش لا تصد ولا ترد، هذه بالإعادة يا جماعة، بالإعادة وهي سريعة، بالإعادة وهي سريعة. يا ساتر يا ساتر، حارس المرمى هذه طنجة كلها اهتزت، طنجة كلها اهتزت لهذه التسديدة. ليديس دا سانتوس، ليديس يضعها في المرمى ويدون الهدف السابع، سباعية، هدف بكل الأهداف. هذه تجعلها 8 حتى الآن في الأراضي المغربية، يجعلها 8 في الأراضي المغربية. 8 أهداف قاسية موجعة مؤرقة تاريخية في شباك فريق نادي الرجاء. 8 أهداف، 8 أهداف، نتيجة قاسية بكل أمانة. وما عساهم أن يفعلوا، وما عساهم